سارة، دلوقتي الانفصال عموما صعب، سواء خطوبة اتفسخت أو طلاق، وطبعا ده بيبقى الأصعب. عايزين يعني نقول للناس كده حلول عملية سهلة ومش مكلفة عشان الظروف المادية عموما، عشان يتجاوزوا الانفصال أو يعملوا موف اون زي ما بيقولوا دلوقتي. اوكي، الموفينج اون بيعدي باربع مراحل، واولهم الصدمه. انا اتصدمت في حد جدا. اوكي، يعني استحاله انه انا ارفض مشاعري. انا كارهه الشخص ده، انا غضبانه، اعيط واصرخ وازعل، اتقبل كل حاجه انا بحسها، ما اعملش انكار، لان الانكار هيجي ان انا هرفض الواقع. هو ايه اللي حصل؟ انا كويس انا كويس وبعدين انهار خالص. انا لا، هو اكيد ما سابنيش، هو اكيد ما عملش كده. فهماكي. فحاله الانكار دي عايزين لها تقبل. لا، في واقع انا لازم اتقبله. انا متقبله الوضع ده. اسيب نفسي اهدى خالص، وبعد كده بيبدا في حاجه اسمها ترتيب النفس. بلاقي نفسي مره واحده لا، انا مش هفضل كده، انا عايزه اقوم. بس اقوم ان انا بعيد كتابه كل حاجه حصلت وبتقبلها. خلاص، انا راضيه عن النهايه دي. بيجي لنا حاله اسمها ان انا رافضه الواقع. يعني برفض الواقع بعد ما ببدا اكتب. لا، انا رافضه، انا مش قادره، انا مش عايزه، انا تعبانه قوي. لا، واحده واحده بشتغل على نفسي، بان انا اتعلم ازاي اخد نفس 3 انفاس كده واهدى. ان انا ابدا اكتب كتير كل الصدمات اللي حصلت لي. ان انا ابدا اشوف الشخص ده هو عمل ليه كده، عارفه زي قلبة كراسي. ان انا بتقبله، مش ان انا احط نفسي مكانه. تقصدي ان انا مش بلتمس له العذر، بس على الاقل بتقبل الوضع اللي حصل. اللي حصل خلاص، شيء تأمل. والغلط دايما في المشاكل مشترك، يعني لا انا ملاك ولا انت ظالم. لازم نكون معترفين ان في تأثير حصل، فبالتالي حصلت مثلا خيانه. صح. في تأثير حصل، فحصل ملل، او حصل ان انا معاكي حق ما بقتش قادر. فجيت بعد كده لما لقيتك ما بقتش قادر، عشان احنا حرقانين قوي على طول، احنا الاثنين غضبانين قوي، احنا الاثنين في حاله مش كويسه، فالدنيا باظت. مظبوط.